وجهت الفنانة المصرية منة شلبي رسالة شديدة اللهجة للشامتين في وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف وشمس البارودي، والذين أشاروا إلى أن غرق عبد الله يوسف هو انتقام إلهي من والده. وشاركت شلبي تغريدة عبر حسابها في تويتر وكتبت فيها: أرجو أن لا نشمت في مصيبة أحد، لأنها كلها ابتلاء وأقدار من الله. وأضافت معزية عائلة الفقيد: إنا لله وإنا إليه راجعون. أتوجه بكامل الحزن والأسى للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي والأسرة الكريمة بخالص التعازي، ووهبهم الله الصبر والسلوان، وأعانهم الله على ما أصابهم. اللهم احتسبه عندك شهيدا في الجنة إن شاء الله. أرجو قراءة الفاتحة. وأوضحت أن كلام المرء يعكس ما في داخله، مختتمة تغريدتها: وبالبلدي كده، اللي عنده كلمة طيبة يقولها، واللي عنده كلمة خبيثة فهي تدل على قلبه وفكره فقط. وشُيّعت جنازة الفقيد يوم الاثنين، وكان من بين النجوم المشاركين في التشييع ميرفت أمين ومحمد فؤاد وياسمين الخيام وأيمن عزب ونهال عنبر ومجدي كامل ولبلبة ومها أحمد وأشرف زكي وغيرهم. وقال الفنان حسن يوسف أثناء وجوده بالمسجد لتشييع جثمان نجله: كان بيعوم في النيل، أهو غرق في مترين. وحاول المشيعون تهدئة الفنان المصري ومواساته في أزمته، لكن الحزن سيطر عليه وانهار. وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عبد الله 35 عامًا كان يسبح في شواطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء إلى أن انتشل فاقدًا للوعي، ووصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.